أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعي قناة العميد. انتهت مباراة الاتحاد أمام ريال مدريد هدف لهدف في بطولة السلام الودية المقامة في أسبانيا. مباراة قوية، مباراة مثيرة، ظهر فيها العميد نادي الوطن بصورة مشرفة للكرة السعودية والعربية والآسيوية. كابتن إسماعيل حكمي، لو تكلمنا بشكل عام وبشكل سريع عن مجمل المباراة، هل فعلا قدم الاتحاد كل ما عنده في هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد ما حصل في الشوط الاول، حصل نفسه في الشوط الثاني، عاد نفسه الكرب. هو شوف الفريق الاتحادي في كبدايه، هم في البدايه حاول يضغط الفريق ريال مدريد، يلعب مان تو مان، ضاغط على في منطقه الاتحاد، ومما تسبب بعض الارتباك وجاب منه الهدف. والهدف تعرف جاء غلطه دفاعيه، احنا ما نبغى نعلق عليها لانه قلنا هذا معسكر والاخطاء تظهر عشان تختفي في الدوري. نعم. بعد كده الاتحاد بدا يعيد نفسه، الاتحاديه هم بداوا يعيدوا نفسهم، بداوا ينظموا صفوفهم الدفاعيه والوسط وبدا يعيد نفسه الاتحاد، وبدا ينتشر انتشار سليم عن طريق الاطراف الصقري وراشد الرهيب. وكان الاتحاد لعبوا تقريبا بعد الهدف او الدقيقه 20 25 بدا يلعب سريع، لعب التمريرات. نعم. وصار هو اللي يضغط على فريق ريال مدريد. نعم. وسبب ضغطه على ريال مدريد في منطقه الوسط، بعدين يلعب على اطراف هجمات مرتده، هي اللي سمحت الاتحاد انه يعني يعدل النتيجه. والحظ اليوم وقف عائق امام الاتحاديه، ولا هي المفروض النتيجه 3-1 او اقل تقدير 3-2 للاتحاد. كابتن محفوظ، كيف كان مستوى الاتحاد؟ والله حقيقه الشاهد الكبرى في هذه المباراه مبروك زايد، اليوم كان له دور كبير، صد كثير من الهجمات، وكذلك المتشري كان جدا ممتاز. الفريق الاتحادي يعني حقيقة كان قدم مباراة تشرف فريق نادي الاتحاد وتشرف الوطن، تشرف كرة في آسيا بصفة عامة، انك تتعادل مع ريال مدريد بكل نجومه، كل بتواجد كثير من النجوم، سواء من الكرة الأرجنتينية، من الكرة الهولندية، متواجدين مع ريال مدريد، الألماني، نجوم العالم، نجوم عالميين جميعا، يعني فريق عالمي. نعم. وانت تعتبر فريق يعني ما عندك حتى لاعبين محترفين من خارج الوطن العربي، كلهم 2 محترفين اللي هو حديد وبشروان فقط لا غير من المحترفين، ولكن كان عندك نقص ولاعب الباقيين فريق كامل، ستاف سعودي كامل بيلعب في هذا المحفل الكبير، وقدموا الشيء اللي حقيقة بيشرفنا ويشرف كل محب الكرة السعودية والكرة العربية بصفة عامة. كابتن علاء، الاتحاد لعب أمام نجوم العالم باختصار في سانتياغو برنابيو في معقل ريال مدريد. كيف كان مستوى الاتحاد في هذه المباراة والحدث الكبير؟ أول شيء الاتحاد طبعا قدم نفسه بشكل مميز جدا في المباراة هذه، لعيبة الاتحاد قدموا نفسهم بشكل جدا مميز. كرة القدم أحيانا بتكون ما هي عادلة. اليوم أنا أعتقد أن هي ما كانت عادلة، لو كانت عادلة المفروض كان الاتحاد يكسب. أحيانا بتكون عادلة وأحيانا بتكون غير عادلة، بس لو كرة القدم عادلة كان المفروض اليوم الاتحاد يكسب المباراة. الاتحاد لعب مباراة كبيرة، كل الافراد اللي موجودين لعبوا بتنظيم، المدرب اجاد في عمليه الطريقه اللي هو لعب بها المباراه، اللاعبين نفذوا كل شيء وكل المطلوب منهم، لعيبه الاتحاد عملوا كل حاجه في كره القدم اللي المفروض كانت تتعمل، وهذا هو مستوى نادي الاتحاد. انا اتصور انه يعني ما هي غريبه على لعيبه نادي الاتحاد، لكن انا اشوف ان هم اليوم تفوقوا على نفسهم، برغم احنا كنا بنقول اللياقه في الشوط الاول، لكن الاتحاد كمل الين الدقيقه 90 و4 دقائق كمان وقت اضافي. انا اعتقد انه الاتحاد قدم نفسه بشكل جدا مميز، مباراه عاليه، مباراه يعني احنا كنا نتفرج على الدوري الاسباني برشلونه او ريال كان مدريد. المستوى متقارب، مستوى متقارب جدا، مثل ما يقولون. وكان الاتحاد زي ما بقول ارجع اقول ما كانت عادله كره القدم لنادي الاتحاد، لو عادله الاتحاد يكسب. هناك فرص ضائعة كثيرة، لكن كابتن إسماعيل لو تحدثنا بشكل مختصر عن التغييرات التي أجراها كالدرون، كيف تقرأ هذه التغييرات خصوصا في الشوط الثاني؟ والله التغييرات، هو شوف خاصة يعني كنا بالنسبة لكريري كنا نتمنى بدل ما ينزل مشعل السعيد كان ينزل كريري عشان يقفلوا المنطقة اللي استغلها فريق ريال مدريد في الهدف الاول، وبدا يلعب عليها خاصة بعد نزول روبن، لأن روبن لعبه دائما من الاختراق. مشعل السعيد ما ادري ايش هذه وجهه نظر المدرب، هو ادرى لانه هو داخل الحدث. نعم. ولكن كنا نتمنى نزول تبكير في نزول الكريري، لانه نزول كريري تقفيل منطقه الوسط، تامين منطقه الوسط. نعم.
بالنسبة لبقية التغيير كان جدا ممتاز، خاصة بنزول طلال المشعل ونزول علي الزبيدي كان متأخر. نحن في حاجة بنسأل عنها ونتمنى إنه نعرف إيش السبب، إن شاء الله يكون خير. أسامة المولد ما كان متواجد في ذي المباراة، مع إنه كانت هذه مباراة وأنا أعتبرها مباراة أسامة المولد، إنه خاصة في الناحية الرفعات الركنية الفاولات يتواجد داخل ال 18 بشكل قوي. الاتحاد بصفة عامة نجوم يعني أدوا المباراة أعلى من امتياز. نعم. وهذا دائما داب الاتحاد في المباريات المهمة الخارجية والخارجية. يعني الاتحاد شرف الكرة السعودية، شرف الكرة العربية، شرف الكرة الآسيوية بصفة عامة. نعم. هذا هو الاتحاد، وأتمنى أنه يتواصل الاتحاد بهذا المستوى حتى نتأهل للدور للنهائيات الأندية كأس العالم. كابتن محفوظ، لو تكلمنا عن تغييرات كالديرون أيضا أجرى تغييرات بأكثر من تغيير. كاريري أيضا علي الزبيدي بدلا من الرهيب. سوف نعود للكابتن محفوظ حافظ ونتحدث عن التغييرات، ولكن نذهب الآن مباشرة إلى الزميل رياض المزهر من ملعب سانتياغو برناباو في لقاء مع أحد اللاعبين هناك. رياض تفضل. شكرا لزملائنا في الاستديو. بالتأكيد الاتحاد لم يخسر وكاد أن يفوز، ولن نبالغ يعني لو قلنا أن الاتحاد يستحق الفوز. بداية عشان لا نطول على نايف هزاز، يعطيك العافية نجم الاتحاد، كيف شفت مباراة الاتحاد اليوم؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله وأشكره زي ما أنت عارف. فريق ريال مدريد فريق كبير، شباب اليوم مرة ما قصر قدام مباراة كبيرة، يعني جينا على أرضهم والفريق كان كامل زي ما أنت عارف، وقدمنا مباراة كبيرة صراحة. يعني ضيعنا أهداف كثير صراحة، لكن التوفيق ما كان حليفنا لله الحمد. إن شاء الله بإذن الله عاد نحن هذه فترة إعداد، وريال مدريد فريق كبير، وإن شاء الله بإذن الله هذه البداية لنا نحن، وهذا الإعداد الصح والله الحمد لله. الآن انتهت النتيجة 1-1. بالعكس يعني صراحة كل الشباب ما قصر والله. كان في رهبة في بداية المباراة نايف معكم؟ كان في رهبة يعني الاسم ريال مدريد والجمهور اللي حضر اليوم؟ لا طبعا انت جاي اليوم، انا عن نفسي اقول هذا يعتبر حفل، يعني محفل اليوم، يعني هذه مرة في العمر ما ندري متى مرة ثانية زي ريال مدريد. يعني انا كان حلم لي ان انا اتصور في هذا الملعب، يعني من صغري انا كنت اتمنى، ولكن اليوم تلعب فيه. اليوم العب فيه، كانت منيتي اني اسجل، لكن يعني الحمد لله الله ما وفقني اليوم، بس ان شاء الله باذن الله لسه الجايات افضل ان شاء الله باذن الله. حفرتوا اسم الاتحاد من ذهب في هذه البطولة وضعتوا بصمة بالفعل مميزة. بالفعل خسرتوا امام الفريق الاكوادوري، ولكن نشفتوا ريق ريال مدريد. لا يعني زي ما انت عارف قدام الفريق الاكوادوري كان بالعكس والله شباب ما قصروا، يعني المدرب كان لاعب تشكيله ثانيه، احنا ما عندنا طبعا يعني ما بقول تشكيله ثانيه يعني اقل من اللعيبه، لا انت عارف يعني عندنا في اي وفي بي، كان لاعب الفريق الثاني، وبالعكس والله ما قصر، يعني كانت الاهداف هي مجرد اخطاء بسيطه جات منها الاهداف، بالعكس والله الشباب مره ما قصروا قدام ريال مدريد. اليوم بان الفريق الاتحادي 1-1 امام اقوى الفرق العالميه ريال مدريد. بالعكس يعني انا ما اشوف الا انه الاعداد الان ولله الحمد يعني ماشي من افضل لافضل. يعطيك العافيه نايف، خليك ما معجبك شوي. الله يعطيك العافيه. ما زلنا متواصلين متابعينا الكرام، معنا الكابتن حسن خليفه والاستاذ حامد البلوي. ابو فهد يعطيكم العافيه، يعني اداء يعني مفخره بصراحه للكره السعوديه بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نبارك للاعبين الاتحاد صراحه المستوى الراقي صراحه اللي قدموه مباراه اليوم، اثبتوا علو كعب الكره السعوديه والكره العربيه بصفه عامه صراحه. اليوم نجوم الاتحاد قدموا مستوى كبير، قدروا يضاهوا او يجاروا نجوم كاد ان يكسب الاتحاد. يعني يكسب، احنا شفنا حتى فرصنا كانت يمكن فرص الاتحاد كانت المضمونه كانت اكثر سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. نقول مبروك للكره العربيه وللكره السعوديه بصفة عامة، وإن شاء الله بإذن الله الاتحاد قادم إن شاء الله للاستعداد جيد. احنا شفنا المباراتين، المباراة الأولى الوجيهة الشابة اللي شاركت فيها، عودة المصابين زي أسامة المولد وسعود كريري. احنا شفنا اليوم كمان في تشكيلة كانت مختلفة، يمكن 4 أنفار أو 5 أنفار لعبوا المباراة اللي فاتت. فاحنا زي ما قلنا احنا المباريات هذه احنا أو البطولة هذه احنا ماخذينها مرحلة من مراحل الإعداد بالنسبة للموسم، والحمد لله يعني أتت ثمارها وأتت الإعداد اللي كان كويس، وإعداد اللاعبين صراحة سواء الشباب
الشباب او لاعبين الخبره. الحمد لله احنا شفناهم اليوم في جاهزيه تامه، وان شاء الله كمان عندنا مباراتين قادمه حنلعبها في او 3 مباريات، مباراه مع فريق ريال مدريد بي ومباراتين مع فريق ديبورتيفو لا كورونا، وان شاء الله باذن الله فيها نختم الاعداد والمعسكر هذا باذن الله، وان شاء الله نرجع للمملكه ونبدا مسيره الموسم هذا ان شاء الله. لك ابو فهد يعطيك العافيه والتوفيق. يعطيك العافيه. ما زلنا متواصلين معاكم الاستاذ حمد البلوي عضو مجلس اداره نادي الاتحاد المشرف على كره القدم. مبروك المستوى، مبروك المتعه اللي كانت اليوم. والله أول شيء الله يبارك فيك، يعني الحمد لله. يعني اليوم أنا أتصور أن الفريق قدم المردود الفني اللي المدرب كان محتاج له أنه يشوف الفريق فيه. يعني مباراة أنا أقول لك أنها من أقوى مباريات، ومباراة يعني قوية في مستواها الفني. يعني أنت تلعب قدام ريال مدريد، يعني زخم إعلامي، يعني مستوى فني عالي. الحمد لله أن الاتحاد يظهر يعني في ثالث مباراة إعدادية الموسم هذا، بداية الموسم في المستوى هذا. يعني بالنسبة لنا هذا شيء كبير، وإن شاء الله بإذن الله أن نكمل في المباريات الودية الجاية. كنت متفائل جدا أبو موسى مع الهجمات، كم مرة ضربت في السقف دكة البدلة؟ والله شوف، أن تجي لك فرصة أنك تفوز على ريال مدريد يعني ما هي بالسهولة. يعني جت لنا فرصتين يعني صراحة واضحة 100%، ما توفقنا، بس الحمد لله أنا في النهاية الشيء الفني هو المهم للفرقة، والحمد لله أنه حصل بالمستوى اللي حصل اليوم، والحمد لله. يعني أنا أقول لك أنا مرتاح مطمن فريقي إنه في غياب يعني أسامة المولد في خط الدفاع، يعني 2 أجانب، يعني محمد نور برضه إضافة للفرقة. يعني بالمستوى هذا ما هم موجودين، يعني كيف لو إن شاء الله يجونا محترفين على مستوى عالي في الغيابات الموجودة، كريري لما يجي. يعني المجموعة إن شاء الله عندك فريق إنه يطمنك باذن الله ان نشتغل اسيا وان نحقق بطوله اسيا. معكم التوفيق ابو موسى، ومن حسن لاحسن ان شاء الله. بس انا صراحه بارك للجميع في المباراه هذه، واخص ابو ثامر لانه هو اللي كان ساعي مشاركتنا في البطوله هذه. الحمد لله الاتحاد يشرف المملكه العربيه السعوديه والوطن العربي، وشرف ابو ثامر بالتحديد. وصراحه الناس اللي قدموا الجهد هذا انا بارك لهم هذا، والفضل يرجع لاهله. يعطيك العافيه موسى. الله يسلمك. ما زلنا متواصلين متابعينا الكرام، ومعنا هذه المره رئيس نادي الاتحاد الدكتور خالد المرزوقي. عشان ما عندنا وقت فراس متقرب من دكتور خالد، نقول لك مبروك. الله يبارك فيك، شكرا، الله يسلمك. مستوى مميز باسم نادي الاتحاد، وفي ظل وجودك ايضا مع الفريق هذه المره. اولا الحمد لله، طبعا الحمد لله على النتيجه. انا كنت متفائل الحقيقه، ويمكن قبل المباراه انا كلمتك انه الاتحاد دائما وابدا يعني يثبت انه الكره السعوديه يعني ان شاء الله بخير وقويه جدا، خاصه مع الفرق الاجنبيه. ويابان معدنه الاصيل، واللعيبه اليوم كانوا الحقيقه رجال، وكادت ان تكون هزيمه لريال مدريد في ارضهم يعني، لكن برضو الحمد لله احنا لا نطمع اكثر. هي مباراه يعني من المباريات الوديه في الدوره السلام، لكن الحقيقه ادوا اداء رائع، وان شاء الله يواصلوا بهذا المستوى بحول الله تعالى. اعتقد انها رساله مطمنه لجمهور الاتحاد. والله ان شاء الله، مع ان اليوم شعرت منهم كانوا خايفين، بيتصلوا بي كثير من روم العميد كانوا خايفين بعد ما سمعوا بعض النتائج، فانا قلت لهم ليش تخافوا؟ نجوم الاتحاد هم اللي دائما بيوعدوكم بالمواقف الصعبه ودائما يظهروا، فانا كنت متفائل رغم هم كانوا شويه متخوفين، لكن الحمد لله هذا هو الاتحاد. نقول الحمد لله، يعطيك العافيه دكتور، ان شاء الله نشوفكم في منصات التتويج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. نشكر الدكتور خالد المرزوقي رئيس نادي الاتحاد، ونشكر ايضا الاستاذ فراس التركي وماجد المالكي وجميع اعضاء فريق نادي الاتحاد، ولا ننسى ايضا عبد المحسن آل الشيخ، ولا ننسى منصور بلوي، يعطيهم الف عافيه على المجهودات اللي قدموها. تقبلوا تحيتي رياض المزهر من سانتياغو من مدريد العاصمه الاسبانيه. العوده مجددا الى الزملاء في الاستديو، تفضل. شكرا زميلي رياض المزهر، ألف مبروك لكل الاتحاديين على هذا المستوى، هذه النتيجة. ألف مبروك للشيخ منصور بلوي لدعمه لإيصال نادي الاتحاد إلى هذه البطولة وإصراره على تواجد نادي الاتحاد في هذه البطولة. ألف مبروك لإدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ الدكتور خالد المرزوقي. مستوى مشرف ظهر به الاتحاد كابتن محفوظ، مستوى مشرف أفرح كل الاتحاديين بإحراز تعادل، و يعني كان الاتحاد أقرب إلى الفوز في هذه المباراة. طبعا في مواقف كثيرة، يعني في فرص كثيرة ضايعة، زي ما تفضل الكابتن علاء قال، يعني لو كانت كرة القدم عادلة كان اليوم الاتحاد هو الفائز، ولكن
هذه كرة القدم. قدم الاتحاد كل ما عنده، قدم محفل جميل جدا في ظل غياب نجوم كبار، بظل غياب عدم تواجد محترفين. اثنين من المحترفين المفروض يكونوا مع نادي الاتحاد، أسامة المولد النجم الكابتن الفريق محمد نور. يعني الاتحاد بيطمنا كثير جدا انه ان شاء الله حيكون في آسيا منافس، وحيكون ان شاء الله الصداره له في بطوله اسيا القادمه. نعم. في ظل المجهودات الكبيره اللي بتقدم من الشيخ منصور البلوي وابو ثامر ورئيس النادي طبعا بخبرته ودكتور خالد مرزوقي، كذلك بالدعم اللي بيجده من عبد المحسن آل الشيخ واعضاء الشرف الاتحاد. احنا بنشاهد حقيقه فريق نادي الاتحاد ان شاء الله الموسم الجاي يكون يقدم الشيء اللي احنا بنتمناه، وهذه بدايه خطوه يعني بدايه، ولكن نتمنى أن يكون هناك في إسراع في عملية اللاعبين الأجانب تواجدهم واكتمال عقد فريق نادي الاتحاد. يعني نشوفوا إن شاء الله في المباريات الجاية يحاول المدرب إنه يدخل بالعناصر المتكاملة على أساس إنه يكون في خلق الانسجام. يعني تواجد أسامة المولد يكون عنصر متواجد. نعم. دائما الكريري، يعني محمد نور ان شاء الله يعني انتهت جميع الخلافات المتواجده ان شاء الله، ومحمد نور يعني يعتبر عقد يعني جوهر اساسيه في فريق نادي الاتحاد. نتمنى انه يكون الاتحاد بوجودهم. نعم. وجود اجانب جيدين ان شاء الله بطوله اسيا. نعم. اصبح الان عبء اكبر بعد انت ما لعبت مع ريال مدريد الان وقدمت النتيجه هذه الايجابيه. نعم. وانت ناقص نجوم منك الان، حينما اكتمل نجومك واكتملوا جانبك فحتكون المطالبة أكبر، يعني تحقيق نتائج أفضل. لن نطالب بأكثر من بطولة آسيا حقيقة، لابد أن يكون اللعب أكبر. أصبح اللاعبين أنتم. نعم. الآن قدمتوا مستوى مشرف في ظل النقص المتواجد وقلة التهيئة وعدم الاكتمال اللياقي في ظل اكتمال. فأنت الآن كلاعب اتحادي المفروض يعني ترضي جمهورك ببطولة آسيا إن شاء الله. كابتن علاء، تغييرات حدثت في المباراة، طلال المشعل بدلا من هزازة، مشعل سعيد بدلا من النمري، الزبيدي بدلا من راشد الرهيب، أيضا سعود كريري. يعني بشكل عام كيف رأيت هذه التغييرات؟ لا، هي التغييرات طبعا التغييرات واقعية، خاصة بالنسبه طبعا خروج الرهيب وخروج صالح الصقري، لانه حس المدرب ان هم قدموا شوط، قدموا مباراه كامله. نعم. الحقيقه مجهود كبير جدا، خاصه ان النمري سلطان النمري، لا وبعدين طلع صالح الصقري كمان. نعم. فهو شاف انه خاصه او طبعا هو لما غير مشعل السعيد على اساس انه هو يريح صالح الصقري، ولما نغير راشد الرهيب برضه بحس انه هم الحقيقه بذلوا مجهود كبير من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. تغيير كريري كان بالنسبه هو كان بيحاول انه هو ينشط عمليه، يقفل عمليه العمق من نادي الاتحاد، فنزل 2 محاور خصوصا بعد دخول روبن. ايوه طبعا. فهو بالنسبه للاثنين محاور هو نزلهم كريري وبعدين نزل الزبيدي على اساس انه هو يقفل العمق الاتحادي. نعم. طلال المشعل نزل في وقت مناسب، نايف الهزازي ادى اللي عليه، طلال المشعل نزل ولعب بخبرته الحقيقه بشكل نعم. جدا كويس. كابتن اسماعيل، وفق كالديرون اليوم في عمليه وضع التشكيله الاساسيه في بدايه المباراه وعمليات التغيير. نعم، بالنسبه للتشكيله هذه انسب تشكيله بحكم اللعيبه الاجانب اللي الان ما نعرف ايش صار فيهم. نعم. غياب عنصرين مهمين زي اسامه المولد ومحمد نور، بعض الاصابات لبعض اللعيبه. يعني بصراحه المدرب يعني استطاع انه اليوم انه يولف توليفه، يعني صراحه نعطيه يعني درجه الامتياز، واستطاع انه يوضع الخطه المناسبه. كابتن محفوظ، تتفق مع الكابتن اسماعيل فيما طرحه؟ نعم، ولكن بالنسبه للتغييرات لا اختلف كثير. بالنسبه للتغييرات كان المفروض اي تغيير اللي انت شايف بالنسبه لوجود المشعل مع الصقري كان نعم. المفروض يخرج النمري ويكون منافه بشقير وقفل العمق من بدري، يعني يكون وادخال لاعب محور كريري. وكذلك نعم. يعني تغيير الزبيدي يعني ما اجد انه تغيير الزبيدي كان له هدف. طالما موجود عبيد كان ممكن عبيد لعب ظهير ايمن.
مكان رهيب. وممكن لاعب لاعب من اللاعبين الشباب اللي هو المنتشري، او ممكن اسامه المولد، احنا ما ندري غيابه ليش، كان المفروض اسامه المولد يكون متواجد طالما هي هديه. يعني علق المدرب كثير من هذه هديه يقدمها بمناسبه حصول الفريق اللاعبين يكونوا كهديه، فكنت اتمنى انها توصل الهديه كمان لاسامه المولد، لانه حقيقه اسامه المولد يستحق انه يكون ياخذ اكبر هديه بالمجهود اللي قدمه العام الماضي. هو تواجد فريق الاتحاد هناك هو اكبر تشريف يعني في مثل هذه البطوله. ظروف اسامه المولد مش عارفين ايش، كنت اتمنى انا حقيقه ان اشوف اسامه المولد مكان رهيب، وعبيد يلعب في الجهه اليمين. يعني بدل الزبيدي ما كان لعب جهه اليمين، كان المفروض عبيد. كابتن علاء، توافق على ان اليوم كالديرون كان واقعي في تغييراته؟ جدا خاصة أول شيء هو بدأ بالتشكيلة بواقعية، وبعدين بالنسبة للتغييرات زي ما تكلمت أنا قلت التغييرات يعني هو اللي حصل فيها نعتقد أن هي التغيير ظروف اللاعبين اللي حصلت يعني من ناحية طبعا اللي أدوا مجهود عالي، المحاور يمكن تكلمنا في عملية التغيير، وكانت أنا وجهة نظري هي هذه بالنسبة للتغيير. أنا بالحقيقة بس بدي أحب أشيد بمبروك زايد، اليوم لعب مباراة كبيرة، يعني يمكن أقدر أقول لك إنه 4 أهداف، مش 4 أهداف 100% يعني 100% أهداف، وبعدين دخلت 18. أنت بتتكلم من الصعوبة جدا، يعني أن الحارس إذا ما كان جاهز، ردة فعل حارس المرمى خاصة لما تكون كل الكور اللي ردها كانت داخل 18، فهذه تنم عن مستوى مميز لمبروك زايد. حضوره كان جدا جيد في المباراة، قدم نفسه بشكل جدا مميز في مباراة اليوم. كابتن إسماعيل، لو تكلمنا عن الفرص الضائعة لنادي الاتحاد، وفرص يعني 99% جول تقريبا، أضاعها أبو شروان، أضاعها مناف، فرص كانت ستقلب الكفة وكانت ستحدث ضجة إعلامية على مستوى العالم أن يهزم ريال مدريد بكامل نجومه بصفقاته الكبيرة من الاتحاد في أرضه. والله هو أنا ضياع الفرص هي جت، هم صراحة الأسلوب اللي لعبوا فيه الشباب ووصلوا للمرمى. هو صراحة كان يعني من وجهة نظري إنه كان تكتيك يعني معتمد، يعني بس هو التسرع في آخر لحظة هو اللي أضاع الفرصتين. يعني مناف يعني كان فيه سرعة عنده، يعني إنه بيجيب الهدف. نفس الكلام أبو شروان، أبو شروان هو التسرع فقط، عدم التركيز. ايوه التسرع انه بسرعه لعب الكره. هو لو انتأنى بالذات ابو شروان، لانه كان في مسافه اكثر من 3-4 متر بينه وبين الحارس، وكان ايضا بجواره طلال المشعل. طلال المشعل الجهه الثانيه كان يستطيع اذا قرب اكثر كان يقدر يلعبها طلال او انه يسحب الحارس. مناف انا اتصور مناف انفراد تام مناف، بس اتصور انه استعجل في اللمسه الاخيره، كان يمكن اخذها. خلينا نسمع كابتن اسماعيل راي زيد الغريبي الكاتب الرياضي. اهلا وسهلا بك استاذ. هلا، مرحبا، حياك الله. أول شيء نقول لك ألف مبروك على المستوى اللي قدمه نادي الاتحاد، النادي السعودي، نادي الوطن في هذه المباراة في هذا المحفل الدولي الكبير. أول شيء التبريك للكرة السعودية نعم في هذا اللقاء الكبير، وأمام أحد أعمدة الفرق العالمية ألا هو ريال مدريد الإسباني بسمعته العالمية وبطولاته ونجومه العالميين وبهيبته الدولية. ورغم كل ما يحمل من تاريخ بطولي، إلا أنه وجد نفسه مواجها عملاق الكرة السعودية وعميدها في واحدة من لقاءات الإثارة التي أثبتت أن كرتنا السعودية حاضرة بنجومها بشخصيتها المعهودة، وممثلة هذه المرة في بطولة السلام الدولية في نادي الوطن بنجومه الأشاوس الذين قدموا أنفسهم كسفراء طبعا للفرق العربية. يا أخي منذر، كم هو رائع أن يفتح فريقنا الاتحادي صفحة مجد كروي أمام عملاق أوروبا وبكرة حضارية وعطاء راقي رغم التعادل، دون خوف من الأسماء الكبيرة التي يحملها ريال مدريد. ونعم، أن هذه المواجهة ما هي إلا إثبات بأن الاتحاد قادم للموسم القادم بتميز خاص وبعيون الوقوف على قمة آسيا وبعشق التحدي مع الفرق العالمية. أنا أقولها ومن كل قلبي ألف مبروك لكرتنا السعودية التي قدمت نفسها من خلال فريقها الاتحاد أمام ريال مدريد، وهذا اللقاء التاريخي الذي جاء انعكاس للتطور الراقي بعد أن قدم العميد صورة مميزة بصراحة في معقل الكرة أو في معقل كرة ريال مدريد بسانتياغو. وهذا ليس بغريب على الاتحاد بأن يبهر ويظهر بهذا المستوى الراقي يا أخي منذر. شكرا لك الكاتب الرياضي زيد الغريبي. أيضا معنا الكاتب الرياضي سالم الشهري. أهلا وسهلا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ سالم.
صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور، وليلة سعيدة وفنية كبيرة بقيادة نجوم الاتحاد هناك في مدريد العاصمة الأسبانية. ليلة للوطن يقدمها نادي الوطن. نعم. حقيقة مستوى مشرف وظهور رائع، ويكفي حقيقة يعني من نعم هي مباراة ودية أولا وأخيرا في بطولة ودية، ولكن الريال بكامل نجومها الملايين التي تتحرك وتمشي على الأرض أثبت نجومنا المحليين. أستاذ سالم، هي مي ملايين، هي أكثر من مليار ريال سعودي. هذا وأنت قلتها بعد، أنا ما ودي أبالغ في الرقم، لكن لا هي حسابيا أكثر من مليار ريال سعودي قيمة لاعبين ريال مدريد اللي لعبوا اليوم. ورغم ذلك يعني انظر ماذا فعل يعني نجوم العميد الليلة. البعض كان قبل المباراة يتساءل، أنا نسيت في البداية أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الأكارم الكباتن والكابتن إسماعيل الحكمي والكابتن علاء والكابتن محفوظ. نعم. نمسي عليهم بالخير. مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالخير. يعني البعض قبل بداية المباراة كان يتخوف، يقول كيف ينجو الاتحاد من مأزق الريال، وهذا ما ذكرته الصحف الإسبانية ومواقع الإنترنت، وحتى المذيع الإنجليزي في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول، المعلق على هذه البطولة قال توقعنا أن الريال سوف يهز شباك الاتحاد أو سيمطر الشباك الاتحادية. العنوان الرئيسي بعد المباراة كيف نجى الريال من ولكن بين الشوطين قال لكن ما لم نتوقعه أن يضغط الاتحاد أو يهاجم الاتحاد فريق ريال مدريد في مرماه. الاتحاد لم يتعود دائما وابدا طوال تاريخه ان يلعب يعني للهزيمه، يعني تعود ان يلعب للفوز دائما. يعني تخيل الكثير الان يعني من بعض جماهير الاتحاد يعني غاضب من هذا التعادل. تخيل يعني امام الريال في معقله وعلى ارضه وجماهيره وامام هؤلاء الكوكبه العالميه من النجوم، بعض جماهير الاتحاد غاضبين من التعادل يعني. وفي الحقيقة هذه هي عظمة الاتحاد، هذه عظمة المونديال. يعني الاتحاد هذه الليلة حقيقة أبدع وأمتع، وبالرغم من أن هناك تقريبا كم عنصر لا زال ينقص التشكيلة، لكن أثبت المتواجدون أنهم فعلا رجال مواقف. وهذا هو الاتحاد فعلا، وشكرا لكل من ساهم ليكون الاتحاد في هذا المحفل العالمي. شكرا لك أيضا الكاتب الرياضي سالم الشهري. طبعا معنا أيضا الكاتب الرياضي محمد أبو هداية. أبو فيصل، مساء الخير. صباح الله بالخير أخوي منذر، وصباح الخير الأخوة الكباتن اللي عندك. نعم. وأنا مداخلتي بس أبارك لكل الجماهير الاتحادية، لإدارة النادي، أعضاء شرف وجميع مسؤولي النادي بهذا المستوى والأداء الرائع في المباراة الودية اللي أمام ريال مدريد. محمد أبو هداية، أنت كنت خايف أمس من ريال مدريد؟ لا أبدا، بالعكس والله ما كنت خايف ولا حاجة، ولا أعلن مخاوفي من هذا الموضوع. نعم. كل في الموضوع إنه أنا طلبت بأنه لا نعير أي أهمية أو اهتمام للنتيجة أيا كانت. فحينما ترى المستوى بهذا الشكل وبرنامج الإعداد للفريق يتصاعد بهذا الشكل، أنا يعني يجب أن تغمرك البهجة بهذا الفريق المختلف يعني. نعم. هذه النقطة الأخرى، أنا ما أضيف على كلام الكباتن اللي عندك إلا نقطة بسيطة، ألا وهي إنه الاتحاد بيلعب في البطولة الآسيوية. الاتحاد حينما يمثل في أي بقعة في العالم ثق تماما هو يحمل إرث آسيوي خلفه، وعبء آسيوي، ممثل آسيوي، وبالتالي ثق تماما إنه في أي بقعة يلعبها في العالم صدقني إنه حيشرف، لأنه فريق يعني يشعرك بأنهم على قدر المسؤولية يعني. لأنه هذا هو ما تعوده جماهير الاتحاد من هذا الفريق المونديالي العالمي الكبير، البطل الآسيوي المعروف. كابتن محمد أبو هداية، توقعت النتيجة في أثناء المباراة، توقعتها كم بصراحة؟ لا، المباراة توقعت تعادل 0-0، ولكن حينما يعني مرت المباراة وخصوصا في الشوط الثاني، أنا أتصور إنه فريق ريال مدريد نجا من هزيمة يعني. نجا من هزيمة. نعم، نجا من هزيمة، وهذه خذها مني. كابتن محمد أبو هداية، الصحفي والكاتب الرياضي، شكرا جزيلا لك لمداخلتك معنا في هذا الاستوديو التحليلي في مجلس العميد، الاستوديو المرافق لمباراة الاتحاد أمام الفريق الملكي الميرينجي هناك في سانتياغو برنابيو.
الإعلاميين الرياضيين الكاتبين الصحفيين بخبرتهم الرياضية ذكروا أن ما حصل اليوم هو تشريف للكرة السعودية، وأيضا يعني اختتم الكلام الكاتب محمد أبو هداية بأن الريال مدريد نجا من هزيمة. هل فعلا نجا من هزيمة؟ نعم، بعد ما صارت المباراة خاصة في آخر 20 دقيقة من الشوط الثاني فعلا ريال مدريد نجا من هزيمة. فعلا الانفرادات، الفرص، اللعيبة انتشاره في الملعب، استحواذهم على الكرة في وسط الملعب. يعني بصراحة أنا أقول الريال فعلا، وهذا شيء كثير ما يتوقعوا، لكن الاتحاد دائما كذا، خاصة مع الفرق الكبيرة. الفرق هذا يظهر دائما يظهر. واليوم الاتحاد فعلا كان المفروض، أنا قلت لك النتيجة أقل شيء كانت 3-2 إذا ما كانت 3-1. نعم كابتن محفوظ، لو تكلمنا عن أيضا هناك كان أكثر من هجمة لفريق الاتحاد، فرص ضائعة. التحضير كيف كان التحضير في وسط الملعب من لاعبين المحور أو من لاعبين الوسط تحديدا؟ حقيقة مناف بشكير كان اليوم حقيقة مميز جدا في صناعة اللعب. يعني كان هو بيمشي الكورة بشكل جيد بالنصبة للمهاجمين، وكان بيتصرف بشكل إيجابي جدا. كذلك الانتشار ساعد كثير، رهيب وصالح الصقري انتشارهم كان في فتح. يعني لما الكورة تكون مع الفريق الاتحاد كان في انتشار الكل، في مساحات صارت ممكن الاتحادين يلعبون فيها. ابو شروان والنمري والتنقلات ما بين ابو شروان وبين النمري كان في تغيير في فترات من المباراه، بيتنقلوا بين بعض. هذه ساعدت على خلق فجوات وثغرات كثيره في دفاع ريال مدريد. نعم. حقيقه الفريق الاتحادي كان جدا منظم اليوم، ادوا اداء رائع، كلهم بيأدي لإظهار نفسهم. كانوا حقيقة سفراء جيدين الكرة السعودية وجمهور الاتحادي، وإن يعني كنا متحفزين بالفوز، وكنا نطالب بالفوز، وكان الفوز أقرب فريق نادي الاتحاد، لأن كرة القدم عبارة عن فرص. نعم. في فرص تسجل، في فرص تضيع. نعم. فالفرص اللي كانت المفروض انها تسجل، يعني فرص يعني سهله، احنا نقول عليها في كره القدم كور سهله، فرصه اقوال. نعم. كانت الفريق نادي الاتحاد اكثر من فريق ريال مدريد الفرص اللي نقول عليها فرصه جول، وشاهدناها كلها انفرادات تامه مع حارس المرمى، ولكن يعني لمش الاقدار انها تتم بالفرحه الكبيره الى اهداف. نعم. الكل الان مثلا بيطالب يقول لك الجماهير زعلانه. نعم. على هذه النتيجه، انه الاتحاد كان اقرب، انه كانت سجلنا بصمه قويه في تاريخ الكره السعوديه، في تاريخ الكره الخليجيه العربيه العالميه. انت تسجل انك تفوز على ريال مدريد تعتبر يعني من ضمن الاولويات التي يحفل فيها تاريخ نادي الاتحاد. تاريخ نادي الاتحاد يحفل بالاولويات. نعم. فانت كان اليوم ممكن تدخل هذه من ضمن الاولويات التي حدثت، ولكن ما زلت تملك الاولويه في انك اول فريق بيشارك في يلعب مع ريال مدريد في ارضه امام جمهوره. كابتن علاء، تكلمنا عن الظهير راشد الرهيب الذي يبدو كانه لعب مع الاتحاد منذ مده طويله، انسجام جيد كان بينه وبين لاعبي الوسط، ايضا بينه وبين لاعبي الهجوم، وارتداد كان سريع. كيف قرأت تواجد راشد الرهيب اليوم في هذه المباراة؟ أول حقيقة يعني صراحة أعتقد يعني أول شيء راشد الرهيب إحنا شفناه في الدوري، طبعا ما نبغى نقول إنه هو لاعب بالنسبة لنا ما هو معروف، إحنا عارفينه في الدوري، لكن نيجي لنقطة نادي الاتحاد هو مكسب. نعم. الآن في مباراة اليوم هو مكسب كبير. الشيء اللي ملفت الحقيقة إنه هو لسه ما له فترة بسيطة، يعني يمكن ما تعدى 3 أسابيع وشفناه بالانسجام هذا مع الفريق، وخاصة من المكان اللي هو بيلعب فيه لما كان في النمري أو لما كان في أبو شروان، تحس إنه كان بيلعب مع الفريق من فترة طويلة، والحقيقة هذا شيء جيد. اللاعب الذكي هنا اللي تبدأ أنت تشوفه إنه هو يقدر يأقلم نفسه بسرعة مع الفريق. نعم. كابتن إسماعيل، لو تكلمنا أيضا عن دائما إحنا نقول بوشة تسلم يسارك يا بوشة تسلم، لكن هالمرة قلنا تسلم راسك يا بوشة. راح أخذ إجابتك كابتن إسماعيل حكمي، ولكن بعد هذا الفاصل قصير، فاصل ونعود إليكم. من سيحسم الصراع؟ من سيفوز بالكونفدرالية؟
شجعوا NB حرس الحدود ووفاق سطيف بكأس الاتحاد الإفريقي مباشرة وحصريا على قنوات ART سبورت. هناك نمور من نوع خاص تجدهم في ملاعب المملكة العربية السعودية، يعشقون الذهب. إنه الاتحاد جدة نادي الوطن. جايين المين بتحبوا مين؟ الله أكبر وشعارك أصفر. الإت الباشا صار عنده شاشة. آخر الأخبار من كواليس النادي، المباريات والمقابلات الخاصة حصريا على قناة ART العميد، القناة الرسمية لنادي الاتحاد السعودي. أول دوران 900 درجة إطلاقاً. أول دوران 360 درجة إطلاقاً. أول دوران 900 درجة دون يد. أول دوران للخلف إطلاقاً. شاهد أفضل من جعلك تصرخ الإكس جيمز في يوليو على ESPN كلاسيك. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعي قناة العميد في مجلس العميد المصاحب لمباراة الاتحاد أمام ريال مدريد في بطولة السلام الودية. دائما ما كنا نتحدث عن شمال ويسار هشام بوشروان والقذائف التي كان يرسلها في شباك الخصم، اليوم عملها هشام بوشروان ولكن بالرأس. كابتن إسماعيل، توقعت أن هشام ممكن كان يسويها بالرأس؟ أنا ما توقعت بالرأس، أنا توقعت إنه يسجل هدف، لأنه من بداية المباراة وبشوران باين يعني إنه بيدخل، حاول إنه يدخل نفسه داخل ال 18، بيجرب. نعم. شات كم كورة اللي ارتدت والكورة اللي وكم كورة عدت من فوق القائم. نعم. دائما بوشوران أي لاعب يبغى يسجل لازم يتواجد داخل ال 18، هذه معروفة أي لاعب. لكن بوشوران كان من برا ال 18 كان يستطيع. نعم هو حاول وبعدين بدأ يدخل داخل ال 18. نتيجة دخوله واجتهاده في داخل ال 18 هو اللي خلاه يجيب الهدف بالراس. لو عدم وجوده داخل ال 18 ما استطاع ان يسجل. لكن هي لما تتفرج على بوشوران وهو يلعب وتشوفه داخل المباراة تعرف ان بوشوران حيجيب هدف. إصرار. نعم إصرار، عنده دخول. دائما اللاعب اللي بيجيب هدف تجده داخل ال 18. نعم. في اي هجمه تلاقي جنب، اذا ما هو داخل ال 18 حوالين ال 18. فبوشوران كان هذا اليوم اداؤه. كابتن محفوظ، كيف ترجم لنا الهدف؟ كيف صار الهدف الاتحادي؟ هي ضربه ثابته جهه الطرف الايسر لنادي الاتحاد، لعبها الصقري. اللي يعاب على الفريق ريال مدريد انه اللي غطى ابو شروان اقصر منه، كان اللاعب كان اقصر من ابو شروان، الكوره كانت عاليه، لعب ابو شروان على طول في القائم الاول، وجات قويه ومفاجاه للحارس وجميع اللاعبين، لانه ابو شروان جاء من الخلف، جاء على القائم الاول وتلعبت القائم الاول ولعبها على طول براسه. المدافع اللي كان مقفل مع ابو شروان كان قصير القامه، ابو شروان كان اعلى منه واطول منه، وهذا وهذه يعني هذا ذكاء من ابو شروان. يعني فريق عالمي، فريق زي كذا بيغلط الغلطه هذه، المفروض يعني كل لاعب يشوف اللاعب اللي المناسب. بس انه اللاعب اللي غطاه هو الظهير الايسر وكان يمشي معاه، المفروض يسلموا لاعب اطول منه. كابتن محفوظ راح نستاذنك. شوف الهدف يعني الان معنا من هناك من اسبانيا عماد عيسى من المركز الاعلامي لنادي الاتحاد المتواجد حاليا مع الفريق هناك. اهلا وسهلا بك استاذ عماد. اهلا وسهلا بك ومسي بالخير على ضيوفك الكرام، ولا اقول صباح الخير الان. صباح الخير على ضيوفك الكرام وعلى جميع الجماهير الاتحاديه ورجالات الاتحاد في بعد هذه المباراه التاريخيه. نعم. والتي تعتبر من العلامات المضيئه في تاريخ نادينا العريق. نعم. السلام للتو انا خارج من المؤتمر الصحفي اللي كابتن عماد، يا ريت تعطينا بما انك هناك في المؤتمر الصحفي اللي حضرته قبل قليل، اعطينا ما هو انطباع الاسبان ومن ريال مدريد تحديدا عن نادي الاتحاد. كنت اتمنى ان تكون معي صوره لمدرب ريال مدريد لاوريك مدى الذهول الذي كان على وجه اثناء المؤتمر الصحفي.
رغم انه حاول يتحفظ ويقول ان كان لم يتفاجئ مستوى الاتحاد، وانه يعرف كالديرون، يعرف مدى عمله، وانه كان متاكد من ان الاتحاد حضر سانتياغو برنابيو من اجل خروج نتيجه ايجابيه وفعل ذلك. الا ان معظم الصحفيين الاسبان كانت تصب اين الريال؟ لماذا لم يقدم الريال مستواه؟ اين كريستيانو؟ اين بنزيما؟ اذا كان يعني مباراه لماذا لم تستطيعوا؟ كان يجيبوا ان الفريق الثاني لعبوا معنا، اضعنا فرص وما ادينا ثقه للفريق الاخر. نعم. لكن بصفه عامه كان في كل سؤال يشيد بنادي الاتحاد، بفريق الاتحاد، وانه فريق متمرد بطل اسيا. نعم. وانه فريق يشرف عليه مدرب كبير. ماذا قال كالديرون كابتن عماد في هذا المؤتمر؟ قبل ما اعرج على كالديرون سئل عن افضل لاعبين في الاتحاد. قال الاتحاد كفريق مجموعه جيده تلعب كره قدم حديثه. نعم. قال انا لو سالتني بالتحديد اقول لك انه في رقم 11 يقصد حسام بشران ونائف الزازي من اللاعبين اللي لفتوني بتحركاتهم داخل المنطقه وتمركزهم. لو انه يعني لديهم الفرصه للاحتراف في الدوري الاوروبي. نعم. هذا ما ذكره بلغريني مدرب ريال مدريد. نعم. لو سألتك أكيد الصحافة الإسبانية تعرف كالديرون جيدا، ما هي الأسئلة التي طرحت على كالديرون في هذا المؤتمر أو أبرزها؟ ما كان ينقص مؤتمر صحفي كالديرون هو الوقوف التصفيق من كثر أسئلة الإعجاب تدل على الإعجاب بالفريق الاتحادي وبالأداء اللي قدمه. طبعا كالديرون سألوه أنت كيف فريقك بتلعب قدام ريال مدريد وتلعب كورة مفتوحة وتوصل للمرمى، ألم تكن هذه مغامرة أم ثقة؟ قال لهم أنا قلت لفريقي حاجة واحدة، قلت لهم إذا لعبتوا امام ريال مدريد بخطه دفاعيه فتكونوا انكم تخرجون لا يقل عن 5 اهداف، لكي تحرجوا ريال مدريد لا يجب عليكم ان تلعبوا للهجوم. وقال ان فريقي يملك لاعبين جيدين، لاعبين لديهم الثقه لفعل ما يريدون، متى ما وثقوا في قدراتهم يستطيعون لعب ما يفعلون. سؤال ثاني اخر، اين كنتم امام الاكوادوري؟ قالوا من ما تعرفوا ان 5 لعيبه او 4 لعيبه تحديدا لن يشاركوا لاول مره يشاركوا مع الفريق. نعم. وذلك السبب انه بعدم ظهور يعني لعبنا بالصف الاخر، ومع ذلك لم يكن هنالك فارق، وكانت الاهداف من اخطاء فرديه مننا اهداف الفوز للفريق الاكوادوري. نعم. عماد عيسى، شفت اللعيبه بعد المباراه؟ فحقيقه اللاعبين هم خايفين من الميكس زون، بس كان تزامن مع المؤتمر الصحفي. كان طبعا معظم الوسائل الاعلام هنا التفت حول هشام بوشروان وسالته عن بما اين انت الدوري الاوروبي، مستواك جيد، كيف استطعت ان تلعب بالظهير الايمن او الايسر لنادي ريال مدريد. وكانت تعليقات. اللي احب كمان اني قبل ما اخذ الجمهور الاسباني. نعم. ما هي اراء الجمهور وانطباعهم؟ تقريبا كان هناك في بدايه الامر طبعا كان تحميس، الاخير صار يعني ضغط على، صار كل ما في كوره تضيع تحس كانه مباراه نهائيه عندهم من كثر ما هم متفاعلين مع المباراه والاهات. نعم. يعني هذا هو ما رايناه حتى في الصحافه العالميه وفي مواقع الانترنت حول العالم. عماد عيسى، هل هناك من اضافه عماد بشكل سريع؟ لا، بدايه المباراه بس المباراه كان هناك يعني نوع من الاطمئنان، يعني بمعنى احنا كاسبين المباراه جايين نتفرج على الشوط الثالث غيرت الصوره 180 درجه بعد هدف بشرانك ايضا. والاتحاد اليوم قدم المستوى الحقيقي لنادي الوطن. شكرا للاستاذ عماد عيسى من المركز الاعلامي لنادي الاتحاد المتواجد في اسبانيا. الفريق الاتحادي ايضا من اسبانيا، من هناك من مدريد الكاتب الرياضي عثمان مالي. اهلا وسهلا بك استاذ عثمان. عثمان مالي، سنعود الاتصال مرة أخرى بالكاتب الرياضي أستاذ عثمان مالي. أجواء إعجاب بفريق الاتحاد، الصحافة الإسبانية حيت كالديرون على المستوى الذي ظهر به. أيضا بلغريني أشاد بأبو شروان ونايف هزازي وقال أنهم من أفضل من اللاعبين في نادي الاتحاد، وعجبه تحركات هؤلاء اللاعبين داخل الملعب. يعني اول شيء شوف احنا لما استاذ كابتن علاء راح نرجع لهذه الاجابه، ولكن بعد ما ناخذ الاستاذ والكاتب الرياضي عثمان مالي من اسبانيا. اهلا وسهلا بك استاذ عثمان. يا اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء وصباح الخير علينا وعليك. كيف الحال؟ حياك الله، ويا ما ادري امسي بتوقيت اسبانيا ولا اصبح عليك وعلى الزملاء في الاستوديو وعلى المشاهدين. صباح. استاذ عثمان، انت شفت المباراه في الملعب، كيف شفت الاجواء وكيف كانت المباراه بوجهه نظرك ككاتب رياضي؟
والله اعتقد انه كل من لا يعرف الفريق الاتحادي وشاهد المباراه من المؤكد ان يظن انه كان يشاهد فريقا من الفرق التي تصنف في الصفوف الاولى في الدوري او الكره الاوروبيه. اعتقد ان الفريق كان يعني ندا قويا لفريق ريال مدريد اكثر دقائق المباراه، واستطاع ان يحرج الفريق احراجا كبيرا في دقائق كثيره من المباراه، خاصه في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني، وان تخرج بنتيجه التعادل من امام الفريق الملكي وفي معقله في البرنابيو. فاعتقد ان هذه نتيجه كبيره ونتيجه مشرفه. كان الفريق الاتحادي بكل لاعبيه في الموعد، سجل حضورا كبيرا واداء مشرفا واداء تاريخيا، وكان كما توقعت الصحافه الاسبانيه صباح يوم المباراه ان يكون يعني في الصوره الحاضره وان يكون الشاهد الوحيد على الحقبه الزمنيه الجديده لفريق ريال مدريد. الصحافه الاسبانيه قالت اليوم ان فريق ريال مدريد مر بحقب زمنيه تاريخيه، وانه في مباراه اليوم يؤسس لحقبه زمنيه جديده بالعناصر التي تشاركه في المباراه، وان نادي الاتحاد الشاهد الوحيد على انطلاقه هذه الحقبه الزمنيه. هذا ما قالته الصحف الاسبانيه. هذا اليوم. الاستاذ عثمان مالي الكاتب الرياضي من هناك من اسبانيا من مدينه مدريد تحديدا، شكرا جزيلا لك. ايضا نتواجد في هذه الاثناء مراسلنا رياض المزهر في داخل الحافله الناقله لفريق العميد لنادي الوطن، النادي الذي هز شباك ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. رياض، مساء الخير. صباح الخير زميلي منذر، يعطيك العافيه. بالتاكيد احنا في باص المقل لنجوم الاتحاد اللي قدموا اليوم. مين جنبك يا رياض من اللعيبه؟ مين جنبي من اللعيبه؟ انا اللي جنب اللعيبه كلهم ما شاء الله معي هنا، لكن انا راح اخليكم مع صالح الصقري الان. اعطينا صالح. كابتن. الو ابو فاطمه. هلا والله. كيف حالك يا صالح؟ طيب الله يسلمك. يعطيك العافيه على المستوى اللي اديته انت ورجال الاتحاد اليوم في الملعب. الله يعافيك. سويتوها مع الميرينجي ها؟ الحمد لله، توفيق الله. واديتوا اداء جيد اليوم. كيف كان انطباعكم عن ريال مدريد قبل بدايه المباراه وانتم في ارض الملعب؟ والله الحمد لله، يعني احنا جايين هنا للمعسكر والبطوله بحيث انه حنلعب ضد ريال مدريد، فالحمد لله الاداره والمدرب الاجواء في المعسكر كانت مهيئه بجميع النواحي، فالحمد لله ظهرنا اليوم بمستوى كنا مركزين تركيز عالي. كنت خايف من مين يا صالح في المباراه بصراحه؟ والله يعني هذه ما اتوقع انه في لاعب اليوم كان خايف، لانه هذه فرصه وكل لاعب يتمنى انه يلعب ضد ريال مدريد، فما اتوقع انه في لاعب كان خايف اليوم. وهذا ما ظهر به الاتحاد. صالح، يا ريت نشوف ايضا احد اللاعبين المتواجدين بجانبك في الحافله. جنبي حمد المنتشري. عطنا الكابتن حمد. الو. يعطيك العافيه حمد، ومستوى ثابت وجيد لك انت شخصيا ولجميع رجال الاتحاد اليوم في الملعب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم الصحة ويعطيكم ألف عافية. اللهم لك الحمد والشكر. المباراة يعني يمكن الجميع شاهدها، الحمد لله ظهر اليوم مستوى نجوم الاتحاد مقارعة نجوم ريال مدريد. أعتقد أن المباراة كانت من أروع المباريات اللي لعبها نادي الاتحاد. صحيح. أهدرنا فرص يعني صراحة كانت محققة للتسجيل، لكن في مجمل المباراة صراحة النتيجة كانت أكثر من جيدة. أكثر من جيدة بتضافر الجهود منك أنت شخصيا ومن جميع اللاعبين. ما في شك، يعني احنا والله كمان ما ننسى دور الإدارة وما ننسى دور بصراحة المدرب ودور زملاء اللاعبين. كنا الحمد لله على قلب رجل واحد، وهذا اللي يعني بين في الملعب وحتى خارج الملعب بعد المباراة، ولله الحمد يعني. لله الحمد على هذا المستوى كابتن حمد، والف مبروك لك ولجميع اللاعبين. يا ريت تعطينا احد اللاعبين المتواجدين ايضا بجانبك. اوكي حبيبي. الو. جميل منذر، انت متواصل معنا بالتاكيد. متواصلين معكم، يا ريت تعطينا احد اللاعبين ايضا المتواجدين بجانبك رياض. طبعا اللاعبين في عمليه اتصالات الان مشغولين كلهم. طلال المشعل انا نجم الاتحاد بصراحه اللي قدم مستوى اليوم وصار له وزن صراحه في الشوط الثاني. هلا
كابتن طلال، هلا والله. أول شيء نقول لك عودة حميدة ومستوى رائع ومستوى جيد من المباراة اللي فاتت أمام ليغا دي كويتو وأيضا في هذه المباراة. الحمد لله، أول شيء الواحد يقول الحمد لله على هذا الشيء، وهذه مو غريبة على لعيبة الاتحاد، والحمد لله يعني اللعيبة ساعدوني إني أكون في مستوى طيب. نشكر لعيبة الاتحاد على هذا المجهود. صحيح احنا المباراة اللي فاتت ما بيضنا وجههم وخسرنا، بس هذه المباراة عوضت عن كل شيء إن شاء الله، والجاية تكون أحسن إن شاء الله. كابتن طلال، أديت المباراة اللي فاتت وفي كصانع لعب بشكل أساسي، كيف شفت نفسك في هذا المكان أو هذه الخانة؟ والله أول شيء الحمد لله يعني هذا الشيء ما جاء يعني من فراغ، يعني مجهود الشباب هم اللي ساعدوني إني أكون في هذا المركز كويس، والواحد يقول الحمد لله أول وآخر يعني. كابتن يعني طلال، فضل من ربنا، الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله الحمد لله على هذا المستوى وهذه النتيجة. شكرا كابتن طلال مشعل، وطبعا الحمد لله كثيرا على هذا المستوى وهذا النتيجة وهذا الأداء الرائع من جميع لاعبي نادي الاتحاد. كابتن أو رياض المزر متواجد. زميلي منذر. نعم، هل هناك أيضا أحد اللاعبين؟ أكيد منذر، الباص كله لاعبين. سؤال ذكي مني جدا. أنه متصلين معك بس عشان مع حركة الباص يعني صعب التنقل داخل الباص. نعم، هل هناك أحد اللاعبين اللي ممكن نقدر نتكلم معه الآن؟ اللعيبة عشان معهم اتصالات يا منذر. نعم. فنحاول إنه نكسب أي لاعب فاضي. معنا بوشة عنده اتصالات أيضا من استديو معنا بوشة. أجواء طبعا مرحة نسمعها الآن داخل الباص. الأجواء جميلة، نعم. جميلة. بس اسمح لنا منذر تحملنا شوية يعني عشان نوصل، نخليكم مع أبو موفق. أعطينا أبو موفق. ألو، مساء الخير كابتن. النور، هلا. كيف الحال كابتن حمزة؟ حياك الله. كيف شفت الأولاد اليوم؟ والله الأولاد كانوا أبطال اليوم، حقيقة قدموا مباراة كويسة، كان في ثقة في النفس، ما كان في رهبة، لعب مع ريال مدريد نت صارت ريال مدريد. توقعت هذه المجريات في الشوط الثاني خصوصا أمام الفرص الضائعة لنادي الاتحاد أمام ريال مدريد في أرضه؟ والله صعب انه احد كان قبل المباراه يتوقع انه الاتحاد يظهر بالصوره دي، يعني كنا مؤملين انه فريقنا فريق كويس وقوي وحيظهر بصوره كويسه، لكن بصراحه اللاعبين قدموا عطاء فوق المتوقع. وكانوا اقرب للفوز حقيقه، يعني كانت في فرصه ذهبيه في نهايه المباراه. بس الحمد لله يعني اعتقد انه اليوم يوم تاريخي باسم نادي الاتحاد وشرف كبير للكره السعوديه. شرفت الوطن اليوم. اكيد طبعا، يعني انت بتلعب ضد ريال مدريد في ملعب ريال مدريد وتظهر بالصوره دي، وبالعكس حتى بعد المباراه جماهير ريال مدريد تحيي الفريق على ادائه. نعم. حاجه مفرحه. ما تمنيت انك تكون اليوم نازل في الملعب يا كابتن حمزه؟ اكيد طبعا، صراحه الواحد كان يتمنى يكون موجود، لان اي لاعب كوره يتمنى انه يلعب في ملعب مباراه ضد ريال مدريد في ملعب. شكرا لك كابتن حمزة إدريس أبو موفق المتواجد معنا طبعا من حافلة نادي الاتحاد. كابتن رياض أستاذ رياض. مرحبا زميلي منذر، احنا الان توقفنا امام الاوتيل، امامنا الان جمهور اتحادي باعداد صراحه يعني تفرح القلب. خليك معي عشان تسمع الصوت معنا منذر، احنا الان في عمليه هبوط من الباص وتوجه الى العشاء مباشره. جماهير الاتحاد تنتظر الفريق امام الفندق. نعم بالتاكيد، الجماهير امام